ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، كل الناس على راسي من فوق. الناس اللي بتتابعنا على يومياتي في مزرعتك بالنسبة للفيس او قناة الإسلامية المتميز للأرانب والأعلاف على اليوتيوب، يا ريت الناس تتفاعل مع الفيديو وتدي لايك وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا، لأن لسه في ناس بتبتدي جديد وعايزة تتعلم وتاخد خبرة من تربية الأرانب. يلا مع بعض الفيديو دي بنتكلم عن ايه النهارده؟ الفيديو بيتكلم عن روتين يومي بيحصل معاك في المزرعة بالنسبة للأرانب. بالنسبة لكل الأم اللي عايزة تلقح هنلقحها، وبالنسبة للأمهات اللي عايزة ترضع عيالها هندخلها ترضع قدامكم وعملي إن شاء الله. نبتدي بأول نتاية. طبعا نتاية محمرة زي دي يا جماعة بنبدأ نحطها الذكر، مثلا زي الذكر الحلو ده. كان عندي متعصبة شوية. أهم حاجة يا جماعة والذكر بيجي ورا النتاية كتير كده، ما تخليش النتاية تجري الذكر، تحاول تثبت النتاية. اللي ما ترفعش في الحالة ديت طبعا بتنزلها وتشوف اللي غيره. طبعا زي ما انت ماشي كده تأكيد بتشوف العشاير عايزة تتلقح، ادينا بنشوف. تعالى برضو ندخل الأمهات ترضع أطفالها. طبعا الأمهات اللي عايزة ترضع يا جماعة جعانين، جعانين اهمت زي ما انتم شايفين، مستنيين على باب الولد، والأم طبعا مستنية. طبعا يا جماعة لو انت بتحب الرضاعة الحبيسة يبقى هتشتغل زي النظام ده بالظبط. بندخل الأمهات بعد الوجبات بساعة زي ما انت تشوف كده، كله بيرضع. وطبعا اللي مسايب مع امه بعد 15 يوم بتضطر تفتح الصندوق زي ما انت شايف كده. شايفين يا جماعه؟ رعايه الحمد لله. طول ما الارنب كده واكل زي ما انتم شايفينه كده بصحه كويسه، زي ما انتم شايفين يا اخوات اهو. وده الام يا جماعه، هي ارنب عافيه يا جماعه. عايزين كله يبقى عنده الشغل ده ويتعلم من نفس النظام. طبعا يا جماعه كده ما تفكروش ان احنا كده خلصنا، ده لسه قدامنا شغل ولسه قدامنا. طبعا بنفر اللي عايزه تتلقح زي ما احنا شغالين، وطبعا دخلنا الامهات اللي هترضع واحنا ماشيين برضه في نفس الوقت. هنشوف الام اللي عايزه تتجس زي ديت. طبعا في ناس كتير عايزه تتعلم طريقه الجس. طبعا طريقه الجس زي ما انتم شايفين الارنب مفروض قدامكم، مفروض قدامكم زي ما انتم شايفين كده. طريقه الجس بتبقى هنا طبعا. دي في عمر العشر ايام بيبداوا يبقوا هنا لحد 15 يوم، بيبدا الارنب تدريجي يجي لحد هنا. طبعا احنا اكملناه في اول العشر ايام طبعا جس زي ما انتم شايفين، واوريكم برضه عشان تجسوا منين. طبعا السبعين زيولت يا جماعه بتجس هنا، بتجس الام من هنا في فتره العشر ايام او ال 15 يوم. بتمسك الام هنا بتلاقي كور زي البل، اكبر من البل شويه في العمر، اكبر من الزبلايه بشويه ولينه عن الزبلايه. الزبلايه طبعا جوه الارنب بتبقى ناشفه. فدي الفرق ما بين العشر وما بين. وطبعا محمرة اهيت عشان هي عشار، دلوقتي الام ده عشار. طبعا هنمر تاني وهنشوف غيره. وطبعا زي ما احنا مكملين في الفيديوهات بتاعتنا، شوفوا السلالة النقيات. هو ان شاء الله كل الناس اللي هتشتغل معانا هتبتدي تاخد من ده حاجة، هي بسم الله ما شاء الله. وبرضو ادينا بنلف الخط نشوف برضو اللي عايزة تتلقى. وعندنا شنشلة، وعندنا جميع انواع التشكيل اللي انتوا بترتاحوا فيه او للشغل يعني عامة. ادينا بنلف يا جماعه، لازما هو دي الشغل اليومي. ما ينفعش ام اليومين دول تقف بدون تلقيح. طبعا دي محمره هندخلها للذكر، ونتاكد برضو ان هي مش عشار عشان ما ندخلش كده. ويا ريت كل الناس تتعلم الجس دلوقتي. طبعا الذكر اللي انتوا قدام حضراتكم اهو جاهز على التلقيح. واللي ما تنفعش فيه غيره يا جماعه. طبعا معانا الام ده هتولد يا جماعه، الام البابيون ديت
طبعا هنجهز لها بيت الولد قدامكم عملي دلوقتي، وادي صندوق الولد زي ما انتم شايفين. وطبعا الورقه دي لازمتها ايه؟ وطبعا اليومين دول اتكوا الناس اللي ما كانتش بتحط ورق تحت نحط اليومين دول عشان احنا داخلين على الشتاء، فاحنا ايه نضطر نحط ورق زي كده. ممكن كرتون، ممكن جرايد زماني شغال كده، على حسب اللي هتقدر توفره وهتقدر تشتغله. دلوقتي اهوت الطريقه قدامكم عملي، يعني مالكش حجه وتقول لي مانيش عارف. طبعا بتفرش الكرتونه الاول او الورقه على حسب ما انت شغال. اهي يا جماعه، عشان خاطر برضه الهواء ما يدخلش من الاخرام دي. طبعا اهوت الصندوق اهو والورقه اهي، دي مهمه جدا بتحافظ على الاطفال. وهتركب الصندوق عادي اهوت وكده الصندوق، وتفتح الباب جوه للام. الباب بتفتحه للام، والام هتشتغل براحتها وهتنكت، بس هو ده اللي يشتغل. الجو ساقع معاك قوي، تغطي الوش ده عشان هو معمول سلك يا جماعه. طبعا يا جماعه هي دي نهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وتنسونيش في الشير. ولو عجبك الصفحه بتاعتنا يا ريت تشير على قد ما تقدر، ودوس لايك عشان اللايك بتاعكم يهمنا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.